السلام عليكم متتبعين العزاز ديالي. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. اليوم جبت لكم حلوه سهله واقتصاديه وبنينه ورخيصه بزاف، بمكونات اللي هما بساطين واقتصاديين. غادي تحضروا حلوه اللي غزاله وزوينه بزاف وكتذوب في الفم. كما كتشوفوا الحلوه كتقيسوها كتذوب، وحتى الشكل ديالها كيجي زويون بدون طابع بدون حتى شي حاجه. ندوز معكم المقادير وكيفيه التحضير. هنا عندي واحد الفاني، واحد الخماره، عندي كاس ديال السكر سنيده، والاضافه اللي ضفت في هذه الحلوه هي نص كاس ديال الكوك، وعندي كاس ديال الزيت، واحد مارغرينا، وعندي مبشور ديال الحامضه، 3 ديال البيضات، وعندي كاوكاو اللي ما محمرش، طحنته هكايا كما كتشوفوا، اللي خليت فيه هكايا القطع باينين باش يليق ليا هكا يجي زوين في التفناد ويعطي منظر اللي زوين. صافي هنايا هذيك الزلافه الاخرى غادي نفصل بها البيض. هنا المقادير ماشي مكلفين بزاف، ولكن صدقوني كتجي زوينه وكتجي اقتصاديه وسريعه في التحضير. صافي هنا غادي نبدا معكم الطريقه ديال التحضير. واحد القبصه ديال الملحه، غادي نضيف ديك مارغرين اللي عندي، تقدروا تضيفوا اي نوعيه ديال الزبده نتوما كتفضلوا. غادي نضيف هذاك الكاس ديال السكر سنيده، وواحد ساشي ديال الفاني. صافي غادي نبدا نحاول نمعكها هكايا بيديا باش كتذوب لي هذيك الزبده. غادي نضيف داك مبشور ديال الحامضه، وكما كتشوفوا هنايا غادي نفصل هذاك الصفر البيض على البياض ديالو، حيت هذاك الصفر هو اللي غادي نضيف في الحلوه، والبياض هو اللي غنبقى نفند فيه الحلوه ديالي ونديرها في الكاوكاو. هنايا الطريقه راها ساهله وما تحتاجوا لا طابع ولا حتى شي حاجه، والسريعه هاد الحلوه صدقوني دغيا دغيا كتوجد. يعني شي حاجه ماشي مكلفه، وشي حاجه اللي هي سريعه. راكم عارفين دابا مع رمضان كنكونوا عيانين وكنكونوا ما قادينش على الوقوف بزاف في الكوزينه. هاد الحلوه هذه الصراحه زوينه، وحتى المذاق ديالها غزال. صدقوني هذيك الاضافه ديال الكوك مع هاد الحلوه هذه راه كتعطيها واحد المذاق اللي زوين بزاف. صافي هنايا من بعد ما دمجت الزبده وسكر سنيده وهداك الفاني والزيت حتى ولا لي على شكل بوماد، ضفت هداك صفر البيض حتى هو، بقيت كندمجهم هكا مع بعضياتهم حتى ولا لي هاد الخليط كما كتشوفوا. والاضافه الثانيه هي الكونفيتور، كيعطي واحد التعليكه واعره وزوينه بزاف. صدقوني كيعطي تعليكه زوينه. وصافي هنايا ضفت هداك الكوك وغادي نبدا نضيف في الدقيق. هنايا الدقيق تقريبا كتهز نص كيلو ديال الدقيق، المهم على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض. هنايا البنات ما تقصحوش العجينه بزاف كما كتشوفوا، خليوها بواحد شويه هكايا مطلوقه في يدكم. هنايا كنبقى نزيد شويه بشويه الدقيق حتى كنحصل على القوام اللي انا بغيت. كنزيد شويه بشويه، ولكن ما كنعلكوهاش، كنبقى نجمعو غير بالاطراف ديال الاصابع. كما كتعرفوا راه دايرين فيها الزبده. صافي هنايا في الاخر بقيت كنضيف الدقيق غير بالمعلق باش ما نكثرش. صافي هنايا غادي نجمع العجينه ديالي من الجناب، غادي تكون واجده. هنايا راه كيكون عندها واحد الملمس زوين، وراها اقتصاديه وسهله كنقولها وكنعاودها، حيت الصراحه جات زوينه بزاف. صافي هنايا وصلت للقوام اللي بغيت، ما نزيدش الدقيق. صافي هنا نبقى نشكل هذاك قطع اللي هما مقادين، تقريبا درت فيهم 20 غرام في كل حبه. وانتم على حسب الحجم اللي كتفضلوا، الحجم اللي بغيتو، راه دغيا كتشكل لكم وما كتنشفش. زعما بحال هكا مخليتها انا عريانه، ما تخافوش انها تنشف لكم، وإلا خفتو تنشف لكم غطيوها بواحد البلاستيكه. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما كملتها كنشدها هكايا، كنشكل واحد شويه ديال العجينه. منين كنشدها وكنديرها في بياض البيض، ومن بعد كنديرها في الكاوكاو. والكاوكاو محاولوا ما تحمروش كاع، حيت راه غادي يطيب لكم في الفران، وإلا كنتو حمرتوه وعاودتو درتوه يطيب في الفران فهو غادي يعطي واحد المذاق اللي ما زوينش. صافي انا غادي نعاود معكم واحده اخرى في البيض، وكنديرها في الكاوكاو. كنتمنى الفكره تكون واضحه، وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وعيدكم مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر وبتحقيق جميع المتمنيات ان شاء الله. وإلا كنتي اختي اول مره كتشوفي الفيديو، ما تبخليش عليا بلي لايك ديالك، وما تبخليش عليا بواحد التعليق. وعندك اختي تنساي ما تشتركيش في القناه وتفعلي زر الجرس باش يوصلك اي جديد. كما كتشوفوا هنايا واخا تشوفوها كتشقق، بالعكس هي هذاك التشقاق ديالها هو اللي كيعطيها واحد المنظر اللي زوين.
هي راه تقريبا كتجي فحال الغريبه كتشقق وكتفك عليكم في الفران، وحاولوا تبعدوها لانها كيتضاعف الحجم ديالها. صافي هنايا انا غادي نكملها كامله، وغادي نضيف ليها هنايا الكونفيتير اللي حتى هو كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. تقدروا تضيفوا الشوكولاته، تقدروا تضيفوا الكريم كراميل اولا المهم اي حاجه، اي حاجه تقدروا تضيفوها. صافي هنايا غادي نكمل كاع داكشي اللي عندي. بصراحه كتجي زوينه. صافي هنا غادي ندخلها للفران. الفران كما كتعرفوا طيبوا على بحال الصابلي. هنايا بعد ما خرجتها من الفران كان هذا هو الشكل ديالها. كما قلت لكم راه كاينين اللي كيتشققوا، كتجي مفكعه من الجناب، وحتى المنظر ديالها كيجي زوين. صافي هنايا انا غادي ندير لها شويه ديال الشوكولاط من الفوق اللي كيبقى اختياري. نتوما بغيتو ديروه، ما بغيتوش ما ديروهش، فهو كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد وشنو كيبغي. صافي هنايا بديت كنخططها كما كنقولوا نوسخ ليها وجهها، ولكن الصراحه كتجي زوينه وغزاله. صافي هنايا غادي ندوزها مباشره لصحن التقديم. يعني كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زويون. وحاولوا منين تخرجوها من الفران عندكم تقيسوها، فهي كتكون رطبه بزاف وكتكون مازال ما جمعتش راسها. خليوها حتى تبرد مزيان عاد حيدوها من صفيحه الفرن. صافي هذا هو الشكل ديالها النهائي. غادي نفتح معكم، واخا فتحتها معكم في بدايه الفيديو. فكان هذا هو الشكل ديالها. كتجي محمره من التحت وكيجي هذاك الكاوكاو ما كيجيش محروق عليها. هانتوما البنات صراحه عجبتني الحلوه بزاف، وحتى المذاق ديالها زوين وهشيشه لواحد الدرجه ما كتصورش. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكانت هذه هي الحلوه ديال اليوم. وكنتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا في لي كومونتير. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.